بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا فيه على الملاعب المغربية التي سيتم إعادة تجهيزها بطرق عصرية تتماشى والملاعب العالمية العصرية من بعد تقديم المغرب للملف ديال التنظيم ديال كأس العالم، ويعني إلى جانب اسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030. كان لابد ان المغرب يبدا يغير ويبدل. نبداو بالملعب اولا ديال الدار البيضاء. الدار البيضاء ماشي غير محمد الخامس وصافي، غادي تبنى ملعب جديد، وهذا دائما المغرب كان كيحطو في الملف ديالو. ولكن للاسف المونديالات اللي سبقوا سيرتو ديال 98 وديال 2006 ما حصلش لينا الشرف ان ننظمو، ما بناوهاش. ولكن هذه المره كيقولوا الله اعلم ان الدوله عازمه على ان تبني هذا الملعب هذا اللي غتوصل السعه ديالو تقريبا ما يناهز 93 ألف متفرج، كأكبر ملعب في إفريقيا. ملعب غادي يكون مغطى بالكامل، وغادي يكون يتميز مرافق اللي هي مميزة. نعم، غادي يكون تقريبا في الطريق ديال ما بين الدار البيضاء وبن سليمان، على بعد تقريبا 15 كيلومتر خارج مدينة الدار البيضاء. من المحتمل أنه يكون من أجمل الملاعب الإفريقية. الملعب الثاني ملعب الأمير عبد الله. نعم، هذا الملعب هذا اللي كان تأسس في 1983 بمناسبة احتضان المغرب لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ملعب جميل هذا الملعب هذا ديال الأمير عبد الله، ولكن ما مغطيش كله. يعني الدولة كتفكر باش تجدو وديروا من طراز الملاعب العالمية المغطاة بالكامل. يعني هذا الستيل الجديد ديال الملاعب اللي كاينه في العالم. المهم الملعب غادي يكون جميل على حساب داكشي اللي كيعطيوه اللي كنشوفوه. وبالنسبه للارضيه ديالو غادي يزولوا منه الحلبه، وغادي يديروا مدرجات زايده. هو كان كيهز تقريبا شي 53، غادي يولي يهز تقريبا واحد اكثر من 70. ملعب مراكش الذي تصل طاقته الاستيعابيه ل 45 ألف تقريبا، 45 ألف مقعد. ملعب جميل على الطريقة الإنجليزية. حتى هو غادي يشملوا هذا التغيير هذا، وغادي يزولوا منه حتى هو الحلبة ديال ألعاب القوة. ألعاب القوة وليس القوى، لأن الصحيح هي ألعاب القوة. نعم، غير بين قوسين entre parenthèses. ملعب جميل، وكنتمنى انه يعني حتى هو هادشي اللي يعني داكشي اللي قالوا غيديروا فيه، كنتمنى انه يتحقق، لان غيكون من الملاعب الجميله في المغرب، وستزداد طاقته الاستيعابيه، ستتجاوز 50 ألف متفرج، يعني غتفوت 50. ملعب هذا احتضن العديد من المباريات الدوليه سواء للمنتخب او للأندية. ملعب جميل. نشوفوا شي ملعب آخر إن شاء الله. ملعب بن بطوطة بمدينة طنجة. هذا الملعب هذا اللي كان كيهز غير 45 ألف متفرج. كان بقاو يعني الشمال والجنوب كانوا ما يعني كانوا خلاوهم عريانين، خلاو غير الطبقة السفلية التحتانية. ومن بعد المباراة ديال المغرب، المنتخب المغربي والمنتخب الأرجنتيني، كان الشرقي بزاف، وطنجة تتميز بالشرقي. الريح كان قوي، وكان كيما كيحطوا الكرة كتهرب. تما فكرت الدولة باش يغطيوها فعلا، باش يعني من الجناب. وفعلا هادشي اللي عملوا. من 45 ولا كيهز تقريبا 65 ألف متفرج، واحتضن بعض مباريات كأس العالم للأندية. دابا راه الأشغال بادية فيه، يعني كنشوفو مرة، وغادي يدور كامل بالطاقة الشمسية كيقولوا الله أعلم. هما أصلا عملوا واحد الحديد، وذوك الحديد دايرين به، وهذوك الحديد يعملوا فيهم الطاقة الشمسية، وكيحفروا راه كملوا الحفير. ملعب أدرار
ملعب أدرار غير بالنسبة للملعب ديال طنجة راه غيوصل حتى ل90,000 متفرج، يعني غيكون أكبر ملعب في المغرب. ملعب أدرار مدينة أكادير اللي هو تا هو ملعب جميل، وحتى هو غادي يزولوا منه الحلبة المطاطية ديال ألعاب القوى، وغادي يزيدوا فيه مدرجات في بلاصة ديال الحلبة، وغادي يصبح يتسع لواحد العدد لا بأس به من الجماهير. وهذه الملاعب كلها غادي تحتضن إن شاء الله مباريات كأس العالم، وربما حتى كأس إفريقيا 2025 إذا وجدوهم في هذاك الوقت. وواحد الطريقة داروه يعني مقاوم للزلازل، بما أن مدينة أكادير يعني مدينة كتعرف بعض الزلازل من حين إلى آخر، داروا على شكل التدرج من برا باش كيقاوم الزلازل. وغادي يصبح ملعب جميل، غير هو بعيد شي شويه هذا، وهذا غير امن ديال اكادير لان غير الخلا خصو تعمر شويه الدنيا تما وتكون شويه مامنه الدعوه، لان كاين بعض المرات كيجيو مع الجماهير كيبقاو يتراشقوا مع بعضياتهم بالحجار وكل شيء. ايوا كنتمنى ان هاد الملاعب هذه تكون جاهزه ان شاء الله، وكنتمنى المغرب يحتضن كاس افريقيا 2025 وكاس العالم الى جانب اسبانيا والبرتغال. كاس العالم